أعزائي المشاهدين، مشاهدين قناة العروبة في كل مكان، أهلا بكم مرة أخرى بعد الفصل. شخصية النهاردة يعني اللي أنا يعني هتكون معانا بعد 5 ثواني من الآن، هو شخصية رياضية يعني صندوق كبير، أسرار في مجال الرياضة بالتأكيد، ولكنها أسرار ترتبط بالسياسة أيضا. الوضع السياسي وأسرار مباريات الأهلي والزمالك وبعض الطرائف ومش عايز أقول العجائب يعني أشياء كثيرة جدا أتحدى إن حد يعرفها من حضراتكم. لكن ضيفنا النهاردة اللي احنا اخترناه، وأنا بشكره قبل ما أقول هو مين، على التزامه بمواعيده واحترامه الشديد لكل كلمة بيقولها الحقيقة يعني، ونوعية من الرياضيين المحترمين، ورجل مخضرم في مجال هام جدا في مجال الرياضة، مجال التحكيم، الخبير التحكيمي ورئيس لجنة الحكام الأسبق ومدير أو مسؤول العلاقات العامة في لجنة الحكام الرئيسية الآن، حكم دولي، مراقب الاتحاد العربي والإفريقي، مسميات كثيرة جدا أعجز أو أخشى اللي أنا الحقيقة أنسى أي حاجة منها. معانا ومعاكم ضيف هذه الفقرة الحكم الكبير والإنسان المحترم الكابتن محمود عثمان. ازيك يا كابتن محمود؟ منورنا. كلام جميل جدا، وأنا بسعد إن في هذه القناة الجميلة الحلوة العروبة، عروبة مصر، عروبة العرب. فين الكلام بتاع زمان؟ لازم يبقى دلوقتي يبقى موجود. العروبة دي أهم حاجة في العالم العربي والعالم الإسلامي والعالم الأوروبي، لأن العرب عرب، ومصر بلد جميلة، بلد حلوة، بلد عظيمة. وبالمناسبة دي عايز أشكر أهل المملكة العربية السعودية، وأشكر طبعا الكويت والأردن والإمارات لمساندتهم طبعا وناس كبير في مجال العروبة بالظبط، لأن إحنا عرب، إحنا يعني سواء مسلمين أو مسيحيين أو لازم نبقى فكرة واحدة. وربنا كمان ينجينا في هذه الفترة من الأزمات المتكررة اللي موجودة دلوقتي في مصر، لأن مصر الحمد لله مصر عظيمة، مصر كبيرة، مصر كل الدول العربية بتساند مصر، لأن مصر عايز أقول مفخرة للعالم، لأوروبا، لأمريكا بصفة خاصة. فربنا يوفقنا ونطلع من الأزمة اللي احنا فيها دي، وإن شاء الله شعبنا شعب جميل وشعب كويس، ونمشي وراء السياسة الحلوة الهادية الجميلة. السياسة الحلوة الهادية اللي هي سياسة الاستقرار ان شاء الله. عندنا الاستقرار طبعا، الاستقرار دي اهم حاجة. ده كان زمان زي انت سيادتك، وحاليا كل تمشي الساعة 2 و3 بالليل أمانة. بلد الأمن والأمان. كلنا كنا بنقولها بإذن الله آمنين. القرآن قالها ادخلوها آمنين. بلد حلوة وجميلة إن شاء الله هتقف على رجلها وهتنطلق مع الدول العربية، لأن الدول العربية عاملة حسابها إن مصر الشقيقة الكبرى في كل حاجة، في السياسة، في كل حاجة لمصر. وربنا يوفقنا في الفترات والأزمات اللي احنا عايشين فيها، لأن إيه اللي بيحصل ده؟ حرام الدم اللي من هنا أو من هناك حرام. بلد حلوة يا جماعة، إيه اللي بيحصل؟ الناس بتستغرب مصر يحصل لها كده، خسارة كبيرة طبعا. فأنا اعتقادي وأنا أملي كبير جدا ان شاء الله مصر هتقف على رجلها، مصر هتبقى مرفوعة الرأس، والعلم المصري يرفرف في سماء مصر بجيشها، بالشرطة، بكل حاجة في بلدنا الجميلة الحلوة، اللي لو عايزين نرجع لملاعبنا بالجماهير. انا كنت بحكم ماتشات والاستاد ده فيه 120,000 متفرج، مفيش لهاش دلوقتي ولا قحط، مش عارفين نلعب فين، مش عارفين.
من اللي بيحصل ده في البلد. بنلعب ماتشاتنا يا في الجونه يا في الدول العربيه، يعني الفريق القومي عايز يلعب مش عارف يروح فين، يروح الامارات يروح هنا يروح هنا. ازاي ده اللي بيحصل؟ لو اتحاد الدولة يا كابتن محمود حذر مصر بيقول يا يتلعب الماتش ما يتلعبش في الجونه، يتلعب في اسكندريه او يتلعب في برايه الدفاع الجوي، يا اما ما يتلعبش الماتش. بالظبط. مين يقول كده؟ الفيفا. لا الفيفا بتقول كده. اللي بلدنا بلد الامن والامان. لما كان ماتشاتنا كانت بتتلعب على مستوى عالي، اوروبا كانوا كل الفرق بتيجي مصر، الدول العربيه على راسهم السعوديه والامارات والكويت والاردن بتيجي مصر، حضنهم في الدفء بتاع مصر. لان ان شاء الله ما في ماتش يتلعب بدون جمهور الا ملوش طعم، ماسخ، ملوش اي حاجه ابدا. يعني الماتش الاخير لما سيادتك عارف كنا بنلاعب اوغندا في الجونه، استقبلت انا الحكام بالظبط المسؤول في العلاقات انا موجود، استقبلت الحكام في الجونه الماتش الودي الدولي مع اوغندا بالظبط، لسه قريب اخر ماتش ما فيش 10 ايام 3-0 كنت انا مسؤول عن في الماتش. ما انا هقول لك مسؤول عن العلاقات عامه من الاتحاد المصري الكره، وجالنا طاقم حكام، هو الدوري يحبني، جالنا حكام من البلد الشقيق السودان ابو شنب، واستقبلتهم في المطار وعملوا ترانزيت وطلعوا من مطار القاهره الجميل الحلو اللي بننبهر بالمطار طبعا، وطلعوا من هناك على البحر الاحمر على الجونه. الماتش كان الظروف ما تلعبش، قلنا بندور على النتيجه بتاعته. والله قعدت ادور على جميع القارات لغايه ما سالت المسؤولين في الفريق القومي عشان اعرف النتيجه، وكسبنا الماتش 3-0، ماتش سري. يعني الراجل كان فاكر زمان اما يقول لك المطار السري في بالنا فين ده فين؟ دلوقتي المطار السري النتيجه مش عارفينها. بقى انا بلعب اوغندا في الجونه، طب فين هنا الملاعب بتاعتنا؟ لازم نلعب في ملاعبنا، والشعب المصري يحضر، ومعانا جيش محترم، معانا الداخليه محترمه، معانا الرئاسه كلها محترمه. عايزين نعيش، عايزين نطلع كده ونبص لفوق ونبقى حلوين وجمال. لكن الوقت اللي احنا عايشين ده يا خساره يا خساره. لكن